النهارده احنا على موعد كبير جدا جدا جدا، مباراة بوتافوجو مع باتشوكا. مباراة بينتظرها كل عشاق النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، عاوزين يشوفوا مين اللي هيلعب مع النادي الاهلي في السيمي فاينال لكوبا انتر كونتيننتال. بطولة جديدة، ولكن الاهلي دايما مشرفنا. الاهلي دايما بيلعب في البطولات الكبيرة والحدث الكبير، لانه فعلا فريق كبير، فريق عنده تاريخ، والتاريخ بيسطره كل عام عن اخر. كل سنه والسنه التانيه تلاقي الاهلي بيعمل حاجه جديده لنظم الاتحاد الدولي، علشان الاتحاد الدولي مع الوقت بيغير كتير جدا في بطولاته، ودايما في كل البطولات هتلاقي النادي الاهلي. وده بيورينا عراقه واسم النادي الاهلي كبير جدا. يا جماعه انا ما بجاملش الاهلي، بس هو ده حق الاهلي، هو ده حق الاهلي ان انا اتكلم عليه بكل فخر وكل حب وكل تقدير، لانه فعلا نادي كبير. لما تسمع ان كل سنه الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه، لما تسمع ان البطوله الجديده لكاس العالم الجديده اللي هتلعب 32 نادي، اول اسم في القاره الافريقيه كان اسم النادي الاهلي. ليه؟ عشان بطولاته الاخيره وتاريخه الكبير جدا. لما تسمع في بطوله الكوبا انتر كونتيننتال الاهلي يلعب العين، وبعد كده يلعب مع الكسبان من بوتافوجو كمان باتشوكا، في اكتر من كده؟ في احلى من كده؟ في اجمل من كده فريق في العالم العربي او في افريقيا؟ ده بيورينا ان الاهلي كبير جدا. وبالتالي لما نيجي نتكلم على الاهلي لازم نقف بكل احترام وتقدير لمشواره وتاريخه في القاره الافريقيه. طبعا مباراه النهارده مباراه كبيره ما بين بوتافوجو وباتشوكا. المراهنات وكل الدنيا كلها شغاله ان بوتافوجو اقوى، فعلا هو اقوى مع ارثر جورج المدير الفني اللي تولى اداره النادي لما نزل درجه ثانيه، مع جون تاكسيرو اللي هو مالك النادي الامريكي اللي طور كتير جدا. فرقه طلعت من الدرجه الثانيه بقى لها 4 سنين، كسبت الدوري الانجليزي، الدوري البرازيلي، كسبت كوبا ليبرتادوريس للمره الاولى في تاريخها، غير ان هي كسبت مع ارثر جورج، كسب مع سبورتنج براغا بطوله كاس الدوري البرتغالي. مباراه بينتظرها ناس كتير جدا. المباراه انا شايف انها تبقى مباراه حماسيه جدا. بوتافوجو فرقه من الفرق الكبيره في قاره امريكا الجنوبيه. ننتظر لقاء نهائي كبير، وان كنت برشح بوتافوجو مع النادي الاهلي. على الاهلي دراسه الموقف، ولكن مباراه الاهلي مع اورلاندو بايرتس خلتني اتاكد ان كولر متابع لكل الاحداث وكل البطولات. بالتوفيق لاي فريق هيلعب النادي الاهلي. يبقى النادي الاهلي موجود في السيمي فاينال لكوبا انتر كونتيننتال في الدوحه اللي هتتلعب يوم السبت القادم. تحياتي وبالتوفيق للنادي الاهلي، بطل القاره واهم نادي في افريقيا في التوقيت الحالي. تحياتي.